يلا بينا بقى نجرب اخيرا الملكي في احدث واول فروعه في اسكندريه، ويا ترى هيقدر على المنافسه في السوق هنا ولا لا. جبت من عنده كذا ايتم كده، من ضمنهم الحمد لله المسخسخه، وكان في طبعا حاجات تانية كتير عايز اجربها بس ما عرفتش بسبب ضغط الافتتاح والخصم اللي معمول، اللي عباره عن 50% على المنيو كله لحد النهارده السبت 4 مارس وقت نزول الفيديو. بس الاسعار اللي هتتكتب في الحلقه دي هي اسعار الحاجات في الوقت العادي. جبت بقى تقريبا كل الاصناف اللي كانت متاحه وطلعت اقعد في حته بقى عشان اجرب. طبعا هنبدا بمنتجات الرز بلبن. جبت من عنده 5 انواع رز بلبن، وهنبدا باول واحد الساده خالص، وده في منه 3 احجام. انا جبت الحجم الوسط، اما بقى باقي الحاجات اللي في الحلقه بتتباع بحجم واحد بس. حجمه يعتبر معقول وشكله حلو جدا في طبقه الكرمشه اللي فوق الوش دي. خدت بقى اول معلقه وبجد يعتبر من احلى اطباق رز بلبن اللي كلتها، حلو جدا وسكره مظبوط قوي وطعم اللبن والرز حلوين جدا. عيبه بس انك ممكن تاخد بالك شويه من طعم النشا وانت بتاكل، بس مش كل الناس ممكن تحس بيها. انا عن نفسي كان عاجبني جدا، وكان يهمني اعرف الاساس هيبقى عامل ازاي قبل ما نجرب بقيه الاضافات عليه. تاني حاجه بقى وهي رز كيوي، ودي عباره عن رز بلبن وعليه طبقه كريمه وفوقهم الكيوي، اللي اول ما تفتح غطا العلبه كده ريحته بتدخل عقلك وقلبك من حلاوتها. خدت بقى اول معلقه، طعمه حلو جدا وبجد يخطفك كده. طعم الكيوي عامل اضافه محترمه جدا وحلوه قوي، وما فيهاش المزازه الاوفر اللي ممكن تقفلك من الكيوي، بالعكس طعمها كان مسكر جدا اكنك بتاكل مربى كيوي. بجد الطبق ده عيبه بس انه صغير. بعد كده جربت الرز باللوتس، وده طبعا ما ينفعش نفوته. اول حاجه لفت انتباهي ان مفيش اي لوتس بريد، وان اللي فوق هو البسكوتيه والبسكوت المفروم بس. لكن لما خدت اول معلقه كده اكتشفت ان لون الرز نفسه متغير وميال للون اللوتس، يعني يعتبر حاطين السبريد على الرز بلبن نفسه وهم بيعملوه. ما علينا، اكلت اول معلقه طعمها كان جميل جدا وطعم اللوتس كان باين في الرز، وعجبني يمكن في الطريقه دي اكتر ما يكون عليه السبريد، عشان السبريد ساعات ممكن تجزعك على عكس اللي موجود هنا. وده غير ان خامه اللوتس نفسها نظيفه جدا. عيبه برده انه كان صغير على سعر. بعد كده اكتشفت ان الاثنين الباقيين في الرز بلبن حجمه اكبر من اللي اكلتهم، بس هم بيتباعوا كده برده من غير اختيارات في الحجم. نفصل بقى حبه كده بشويه شاي بالنعناع وبعدين نكمل. نروح بقى بعد كده على تورته الرز بالفروت، ودي عباره عن رز بلبن وعليهم كريمه وفواكه مشكله، وكمان طبقه الجيلي اللي بتكون فوق التورته كده اللي من الحلاوه. طعمها بقى رايق خالص وسموث كده، وفعلا تحس ان انت بتاكل تورته مش مجرد فاكهه وخلاص. طعم الرز مع الكريمه والفاكهه هنا كان جميل جدا، يعني لو مش بتحب السكريات العاليه وعايز اضافه على الرز بلبن فده طبق مناسب جدا ليه، وكمان حجمه يعتبر معقول جدا. نخش بقى على اخر طبق في سكشن الرز بلبن، وهو الرز بالفراوله، وده عباره عن رز بلبن عليه طبقه كريمه برده وقطع فراوله وكمان جيلي فراوله. خدت بقى اول معلقه وحاولت استطعم كده، بس ما حسيتش باي طعم مميز خالص. جربت تاني عشان ما اظلمهوش، بس فعلا ما كانش مميز خالص. طعم الجيلي هو اللي مكتسح الطعم كله، وللاسف طعم الجيلي نفسه مش احسن حاجه، كانه من غير طعم اصلا. للاسف كنت متوقع الطبق ده يعجبني اكتر من كده، بس خايب امان. كده بقى خلصنا انواع الرز باللبن، ندخل على باقي الحلو اللي عنده اللي عرفت اجيبه من عنده في اليوم ده. اول حاجه وهي كراميلينو ساده، ودي كانت اول حاجه حسها مبهمه بالنسبه لي في الحلقه، ما كنتش عارف ايه هي بصراحه. خدت اول معلقه ما جاتش معايا خالص الحقيقه، هي قريبه قوي من الكريم كراميل بس في طعم الكراميل الصناعي زي الكراميل اللي بيجي في اكياس الكريم كراميل. بس لفت نظري طبعا ان في تحته طبقه ثانيه كده، قلت اجرب بيها جايز الحكايه تختلف، بس للاسف قفلتني اكتر. هي عباره عن بسكوت مجروش كده وعليه الخلاصه بتاعت الكراميل الممرر ده. في الحقيقه الطبق ده بالنسبه لي انا ما عجبنيش خالص، بس عجب مراتي عشان هي بتحب الكريم كراميل اللي من النوع ده، فانت وذوقك بقى. ندخل بعد كده على المودي، هو اسمه كده مودي، وده عباره عن تيرميسو، شكله يعتبر معقول، حجمه هو اللي صغير جدا بس ريحه القهوه فيه عاليه قوي وحلوه جدا. خدت اول معلقه، طعمه معقول حلو، مش احسن ولا احلى تيرميسو ممكن تاكله، يعني في المتوسط، مش وحش ولا يقفلك ولا حاجه. عيبه بس الجيلي الناشف اللي فوق ده مخلي شكله وطعمه وانت بتاكل مش احسن حاجه. ندخل بعد كده على موس الشوكولاته، وده شكله كده عباره عن طبقتين موس بينهم طبقه كيكه خفيفه جدا كده، ومن فوق كده شويه كيك كمان. خدت اول معلقه كده، طعمه حلو جميل جدا، سكره مظبوط، بس الطعم فلات خالص، يعني تحس ان هو قريب او يكاد يكون كريم شانتيه بطعم الشوكولاته وعليه شويه الكيك مفرومين كده. طعمه في الاجمالي مش وحش، يعني ما روحلوش تاني الا لو انت بتحب الحاجات الحلوه اللي بالشكل. نختم بقى الحلقه ببطه الحلقه كلها والاكثر مبيعا عندهم، وهي مسخسخه، ودي عباره عن كيك تيريتشي وعليها برضه طبقه كريمه وطبقه كراميل، يعني يعتبر داخل في منافسه شرسه جدا مع اشطوطه بلبن اللي بطعم الكراميل. طبعا انا بالنسبه لي ما اعرفش مين فيهم اللي قلد التاني، بحكم طبعا ان الملكي لسه واصل عندنا جديد، وبصراحه ما فرقش معايا في الموضوع ده حاجه. انا جربت بتاعت بلبن كتير طبعا، وممكن تشوفوها في الحلقات اللي فاتت، مش هقدر ما ادخلش المقارنه في المنتج ده بالذات بصراحه. بس الاول نفصل بشويه شاي كده عشان نضيع اي طعم ممكن يخلينا نغير حكمنا. مبدئيا كده ريحتها حلوه جدا، اما طعمها بقى حلو برده. طعم الكيك حلو جدا واللبن جواه كتير وطعمه باين انه لبن فريش كده وجميل. طعم الكريمه بقى والكراميل ضعاف شويتين، حاسس بيهم لكن من بعيد قوي. اكتر طعم باين هو طعم الكيك نفسه، هو حلو لكن تحسه انه كيك شبه بتاع البيت كده، وان انت اللي عامله بنفسك. يعني انا لما جربت اعمل القشطوطه في البيت وصلت النتيجه زي دي عن بتاعه بلبن. في الاخر ما اقدرش اقول نهائي عليها ان هي وحشه، لكن لو هتقارن دي طبعا بالقشطوطه بتاعه بلبن اللي بتعمل كراميل، فالسعر والطعم طبعا في دي قشطوطه بلبن تكسب بكتير. اجمالي كده تجربه النهارده اكتر حاجه عجبتني قوي الرز بلبن بالكيوي والرز بلبن تورته والمسخسخه طبعا بالترتيب كده. جوده الاكل والحلويات عندهم تعتبر مش وحشه خالص، يا اما حلوه جدا يا اما متوسطه. اسعاره هي اللي ممكن تكون الى حد ما مش احسن حاجه، عشان كده حاولوا تلحقوا الخصم اللي موجود النهارده. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم واشوفكم بخير الفيديو الجاي. سلام.